يا برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هاف ديفندر قلبي فينك من زمان. كان أمير صلاح الدين الراجل اللي عطس. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الترند بيقول إيه. والنهاردة الترند بيقول الراجل اللي لو عطس كان هيتشل. والله مش هزار. الفنان أمير صلاح الدين، الممثل المغني، الراجل اللي نط من على المسرح ووقع في حضن الموت، بس قرر يعزمه على فنجان قهوة بدل ما يخاف منه. القصة بدأت بحادث بسيط. أمير كان بيصور فيلم نوارة، وقع من على موتوسيكل، راح يعمل أشعة. الدكتور قال له أنت عندك تمدد في شريان المخ، ولو عطست ممكن تتشل. تخيل تروح تعمل أشعة تطلع بحاجة تانية خالص. هو ده اللي حصل. قالوا له بلاش تتجوز، بلاش تتحرك كتير، بلاش تعيش أصلا. بس أمير رد وقال أنا هتجوز وهعيش وهعطس كمان لو عايز. وفعلا عمل كل ده، وكمان طلع لنا بمشروع فني من وجعه، مونولوج ستاند اب، يعني قصة حياته بس بمزيكا وضحك وفلسفة. الفكرة مش في العطسة، الفكرة في رد الفعل. أمير قال أنا مش هستنى الموت، أنا هعيش قبله. الترند بيقول إنك ممكن تكون بطل قصتك حتى لو جسمك ضدك. لو عطست عادي، بس اوعى تكتم صوتك. احكي، غني، قول وجعك، عيش قبل ما حد يقولك امتى تبدأ. أنا حبيبة، ودي كانت حلقة النهاردة من الترند بيقول إيه. لو عجبتك اعطس براحتك، بس دوس لايك واشترك قبلها.